محمد بعرور من اقذر واوسخ الشخصيات اللي ممكن تسمع عنها النهارده. كلب من كلاب الدنيا، اوسخ شخصيه اتخلقت على وجه الارض. عمل ايه الكلب ده بقى؟ الكلب ده كان عنده كشك وكان عنده ترابيزه بلياردو. المهم كان في عيال من سن 13 ل 16 سنه كانوا بيروحوا يلعبوا على الترابيزه دي. هدفه بقى من ناحيه العيال دي ايه؟ كان في عيل من سن 12 ل 13 سنه قال له تعالى اقف يا حبيبي في الكشك لحد ما اوصل دورة الميه اللي هو الحمام ويجي على طول. المهم راح الحمام وساب الواد واقف، وبعد ما راح وجه قال له انت بعت ايه يا حبيبي؟ قال له يا عم انا بعت البان وبعت كذا وبعت كذا. قال له ماشي. دخل جوه ببص في الدرج، قال له خد يا ابن الكلب انت رايح فين يالا؟ فين كان في 25,000 في الدرج ده، انا هوديك في داهيه، ده انا هحبسك انت وابوك يا ابن الكلب. فين الفلوس؟ ونزل تلطيش في الولا وضرب في الولا بالاقلام، نفخ الواد ضرب. المهم محمد بعرور الكلب ده كان عنده بيت جنب الكشك على طول، وكان عنده اوضه تحت البيت ده. عمل ايه؟ مسك الواد من ايده ونزل بيه الاوضه ديت وقال له خد انا هسامحك. قال له هتسامحني يا عم؟ قال له اه. الولد قعد فتر من العيط وقعد يعيط، قال له والله انا ما خدت حاجه يا عم ولا عملت حاجه. قال له خلاص انا هسامحك، اهدى بقى وانا هسامحك. المهم مسك الولد قلعه هدومه كلها وقام مصوره وقام مغتصبه، وهو بصوره قال له اسمع انت لو رحت قلت لامك او ابوك انا هفضحك قدام زمايلك اللي بيجوا يلعبوا بلياردو وهيبقى شكلك وحش، وهوري الفيديو دي لابوك ولامك. الولد خاف وما فتحش بقه. الكلب ده الموضوع ده كم مره؟ مش هقول لكم كم مره، خلي المفاجآت. استمر في الموضوع ده حوالي شهر 2 3 سنة وما فيش اي حد يعرف ولا يعلم بحاجة. المهم كان كل مرة يعمل فيها كده كان يصور العيال فيديو عشان لما يحب يجيبهم يهددهم بالفيديو ده والعيال تروح له لحد عنده برجليه. ما الكلب ده اصطاد واد اسمه زياد، والزياد ده كان بيلعب على ترابيزة البلياردو. قال له تعالى يا زياد اقف مكاني لحد ما اوصل الحمام واجي على طول. نفس الموضوع اللي عمله مع الواد الاولاني عمله مع زياد. المهم راح الحمام ورجع، زياد وقف، راح ترد عليه تاني، دخل بعت ايه زياد؟ انا بعت كذا وبعت كذا. دخل الحمام قال له خد يا ابن الكلب راح فين الفلوس؟ فين ده انا هوديك في مصيبه وهشتكيك انت وابوك ولا. قال له والله ما خدت حاجه يا عم، وبرضه قعد يعيط واتفطر من العياط وقام واخده من ايده الاوضه اللي هي تحت البيت برضه. قال له انا مش هسيبك يا ابن الكلب لما تجيب الفلوس دي، انا هموتك وهوديك في 60 داهيه انت وابوك. قال له والله ما خدت حاجه يا عمو. قال له خلاص انا هسامحك يا زياد. المهم قام مسك زياد مقلعه هدومه برضه وقام مصوره وقام مغتصبه. بس للاسف زياد حصل له نزيف في منطقه الشراش.